علق الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان المعروف بصلاته مع جماعة الإخوان المسلمين على الأزمة الخليجية القطرية، داعيا إلى ما قال إنه فك الحصار على قطر وتوجيه القوى نحو من وصفه بالعدو الذي يحتل الأرض في فلسطين ودعم المقاومة على حد تعبيره. وقال السويدان في تعليق نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أسأل الله أن يرفع السوء عن عباده الصالحين وينصر الحق وأهله والذين يقفون مع القيم والمبادئ، ويعيد للأمة وحدتها على الحق كما كانت في أيام عز الإسلام، ويرفع ما نزغ الشيطان بين أهلها وأحبائها في الخليج. وتابع الداعية في تدوينته قائلا: وينهي هذا الحصار على قطر حيث لا يجوز ذلك بحال، ويوفق جهود الوساطة حتى لا يطول هذا الأمر، وتتوجه كل القوى نحو عدونا الذي يحتل أرضنا في قلب الأمة فلسطين، لندعم جميعا المقاومة التي هي شرف الأمة. ورأى الداعية الكويتي الذي سبق أن خسر ظهوره التلفزيوني بمجموعة روتانا السعودية بسبب الروابط التي تجمعه مع جماعة الإخوان أن الأحداث الحالية سببها البعد عن الله وموالاة أعداء الأمة على حد قوله. من جهة أخرى، برز تعليق آخر للداعية السعودي عائد القرني يدعو فيه الله إلى أن يحفظ المملكة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. القرني نشر تعليقه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر مرفقا بصورة تجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع ولي العهد وولي العهد